السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، وحشتوني جدا. الاهلي يتعادل مع الجونة او علاء عبد العال، يعني الاهلي بيتعادل مع علاء عبد العال اللي تقريبا كرهنا في متعة الايجيبشن ليج في الدوري المصري. دي حقيقة بجد والله، يعني معلش انا واحد دلوقتي بدرب يا عمي، طب خلي عندك شكل هجوم، طب خلي عندك انك انت يبقى عندك اي حاجة في الكورة. لا، انا واقف دفاع بس. ده علاء عبد العال بجد وحياة ربنا. انا النهارده قبل المباراة تقريبا ب3 ساعات ولا 4 ساعات كتبت بوست: يا جماعة المدرب بتاع الجونة علاء عبد العال خلصانة، عشان عارف هو ده اللي هيحصل. يا راجل، ده انت اول مرة اشوف علاء عبد العال في بداية المباراة بيهاجم، لا وجاب جول. واي نعم، الكورة اللي جت هدف اتحسبت لمسة يد لانها اصلا لمسة يد، واللي جاب الكورة هدف اصلا بايده راح يحتفل. طب انت رايح تحتفل على ايه؟ ما انت عارف انها لمسة يد، لا وكمان جاي يستغرب بعد ما الحكم حسبها لمسة يد. طب ازاي؟ يعني انت واحد حسيت بيها ان هي جت في ايدك، انت ناسي ان مفيش فار؟ يعني الفار ده بالنسبة لك مش موجود في خيالك. نيجي في الدقيقة 36 موديست بيجيب هدف تقريبا، يعني قليل قوي اللي بيعرف يجيبها. ده كفايه الكنترول اللي عمله الواد ده، اللاعب اللي كان معاه وداه المراجيح وخد الكوره، وكمان كان مستعجل ان هو يشوطها. يعني هو ذات نفسه مستعجل ان هو يشوطها، لان هو اصلا ما كانش عارف. انت لما تكون الانتقادات كلها جايه عليه فبالتالي لما بيتناشى على كوره زي دي اتسرع وجابها جون. يعني عملها تقريبا، هي جت بالبزوز اللي في الستارز، جت جون. اللي هي ما لبستش في رجليه، لا ده لبست في البذوذ اللي في الستارز. اهو حياة ربنا، لو بصيت عليها في الاعاده هتشوف ان هي جايه بالبذوذ اللي في الستارز عشان تيجي جون. وتقريبا انا مش عارف، احمد مسعود حارس مرمى الجونه من ايام ما كان في المصري، وهو استاذ تضييع وقت. يعني تقدر تقول تقريبا المباراه كلها راحت على احمد مسعود ان هو قاعد في الارض بيتعالج. هي معروفه دايما، اللي بيضيع في الوقت بيهمد الفريق اللي قدامه، معروفه. وعلاء عبد العال استاذ في تهميد اللي قدامه، سواء كان اهلي او زمالك. هو في دماغه ان هو بيحب ان هو يطلع متعادل، سواء كان من الاهلي او الزمالك. هو ده كيفه، ما يعرفش ينام الا لما يكون متعادل من الاهلي والزمالك. يعني انت النهارده خسران، لا جبت جون، لا وعدني قاعد. طب يعني كمل العب يمكن تكسب. لا انا خلاص، انا جبت الهدف بتاعي خلاص، بالنسبه لي انا كده ايه، 100 فل و10. تعالى نتكلم بقى على الهدف بتاع موديست. الكنترول اللي عمله، اللي ودى اللاعب في المراجيح تقريبا عند المراجيح و... وشاطها فعلا، ياكد لك ان موديست محتاج بدني، شغل بدني بس. انما فنيات، هو عنده فنيات، كل حاجه موجوده في اللاعب، بس البدني بتاعه ضعيف ضعيف. وده هيجي مع المباريات. مارسيل كولر، واللي تقريبا لعيبه النادي الاهلي اللي سافرت النمسا في الاعداد، غير اللعيبه اللي جت من النمسا. تقريبا غيرهم وحط اشباه لعيبه ما تفهمش، وحياة ربنا بجد بجد والله، من بدايه الموسم لحد دلوقتي. شوف، الاهلي متعادل النهارده قدام الجونه، الاهلي كسبان 4 مباريات في الدوري، الاهلي متصدر الدوري لحد دلوقتي. يعني هو دلوقتي بالتعادل بتاع النهارده هو متصدر الدوري، هو الاول وبيراميدز الثاني وفيوتشر الثالث. تمام. بس الاداء زي الزفت. اللي عمله مارسيل كولر، اللي بيعمله مارسيل كولر من العند اللي هو فيه، بيضيع الفريق. يعني امام عاشور قاعد ليه دكه؟ بجد والله امام عاشور قاعد ليه دكه؟ طب نزلت ليه بدكه البدلاء؟ يعني نزلت ليه بالدكه النهارده؟ طب انت عملتها في ماتش المقاولين، واللي انقذك منها رغم ان احنا كنا زي الزفت قدام المقاولين العرب، والمقاولين العرب متزيل الدوري المصري. خد بالك، مقاولين العرب متزيل الدوري المصري، وانت كنت قدام المقاولين العرب زي الزفت. واللي انقذك في الماتش ده هو قفشه. يعني اللي انقذك في ماتش المقاولين هو قفشه.
رايح تعمل نفس الموضوع في مباراة الجونة قدام علاء عبد العال. بجد وحياة ربنا انا مش فاهم مارسيل كولر. طب انت يعني هل ما نرجك مثلا يمكن ترجع للموسم اللي فات ولا ايه؟ مش فاهم. محمد هاني ما تفهمش اكرم توفيق بيرجع لمستواه تلاقي محمد هاني مش موجود. النهارده كان بنسبة 70% كان كويس، بنسبة 70%، تمام. بس السسبنس بينه وبين محمد طاهر مش موجود. سيبك من طاهر طول عمره اساسا بيظهر في مباراة واحدة اللي هو ظهر فيها ساعة مباراة المقاولين، وبقية الموسم ما بيظهرش. لازم في مباراة في الموسم لازم يظهر فيها، ده محمد طاهر. انما محمد هاني مش شايف نفسه مع طاهر خالص خالص. يمكن بيرسي تاو بياخد ويدي مع محمد هاني، انما طاهر ميح ميح. انا لو فضلت اتكلم عن المباراه تقريبا هطلع كلها او الموسم كله او من بدايه الموسم لحد دلوقتي هطلع على اللعيبه كلها عيوب. بجد وحياة ربنا عيوب. يعني محمد هاني لما بيلاقي اكرم توفيق رجع بينام، ما تفهمش بيحصل له ايه. اكرم توفيق اللي عنده 2 صليبي، واحده في اليمين واحده في الشمال، ما تفهمش فين بجد والله. فريق غير الفريق اللي احنا شفناه الموسم اللي فات، غير الفريق اللي احنا شايفينه الموسم ده. محتاجين من مارسيل كولر ان هو يراجع نفسه، بجد والله محتاجين من مارسيل كولر ان هو يراجع نفسه، لان النادي الاهلي تقريبا ما بيستحملش اللي بيحصل ده كله. انت ممكن يعني حتى لو انت خسران بس بتلعب كويس، اسمها انك انت عملت اللي الجماهير عايزاه، تمام. انما انت عايز تكسب وانت مفيش اداء. طب ليه؟ طب ازاي بجد؟ ما انا زي ما قلت عملتها في ماتش المقاولين وانقذك منها اللي هو اقصر واحد في اللعيبه كلها محمد مجدي قفشه جاب هدف الفوز. جاي تكررها في ماتش الجونه وتعادلت. محتاجين ان مارسيل كولر ان هو يراجع نفسه شويه، بجد والله، لان اللي جاي هيبقى انت داخل على كاس عالم انديه. هل انت اللي بتعمله ده كله عشان خاطر كاس عالم انديه؟ طب ولنفرض اللي انت عملته ده كله وجيت قدام كاس عالم انديه قدام اتحاد جده وخسرت. الجماهير الاهلي ما بتستناش على حد فعلا. ده كفايه كريم الدبيس اللي قاعد دكه ومنزل خالد عبد الفتاح. طيب يعني مش فاهم جايب واحد باك رايت تحط باك ليفت وسايب الباك ليفت اصلا قاعد دكه. الغلطات كلها غلطات. لعيبه الاهلي ما تفهمش الموسم ده كلها غلطات. انا مش هينفع ان انا اتكلم كتير عشان خاطر الموضوع اصلا بيتعبني انا من جواي. انا دلوقتي عزيزي المشاهد انا وصلت لنهايه الفيديو، وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات عشان افهم اذا كنت انا بتكلم صح ولا بتكلم غلط. ولو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي. ويا ريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك. ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي. ويا ريت انك انت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجماهير الاهلاويه. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.